تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن وجدة يوم الاثنين 20 نوفمبر من إيقاف موظفين بأحد مراكز الاتصال للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بخيانة الأمانة والإضرار بأنظمة المعالجة الآلية للبيانات. وأسفرت عملية التفتيش التي تمت داخل منزل أحد المشتبه بهم عن العثور بحوزته على 3 هواتف نقالة وجهاز كمبيوتر محمول، بالإضافة إلى مبلغ مالي يشتبه في أنه متحصل على هذا النشاط الإجرامي. وكان المشتبه بهما قد استغلا عملهما كمستخدمين لمركز اتصال متعاقد مع مقاول اتصالات أجنبي، وقاما باختراق قاعدة بيانات العملاء للحصول على هواتف محمولة مكانهما.